الناس تعبت بجد، الناس أرهقت عصبيا ونفسيا واجتماعيا وماديا واقتصاديا، كل أنواع التعب البدني والمادي والنفسي والاجتماعي. يعني يكفي ان اقول لكم ان من اثار الموضوع دوت على نفسيه الناس ان زادت نسبه الطلاق بشكل مش طبيعي، بشكل مش طبيعي. بيوت كتيره جدا اتخربت بسبب سوء الحاله الاقتصاديه وبسبب الضغط النفسي اللي الناس متحملاه. الناس خلاص وصلت لمرحله انها بقت مخنوقه من كل حاجه. لكن عايز اقول يعني سيجعل الله بعد عسر يسرا، والسين ديت انا بسميها سين الامل. سين الامل سيجعل، تحصل مشكلة تانية سيجعل، تحصل مشكلة تالتة سيجعل. خلي الآية دي نصب عينيك، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد كل العسر اللي الناس عاشته، هو كان في عسر أكتر من اللي عشناه السنوات الطويلة اللي فاتت دي كلها؟ ده الناس كانت بتموت من الجوع فعلا. وإن كان الإعلام كان بيعتم، خد بالك، والدنيا النظام السابق شايفين الدنيا كلها حلوه وجميله، وما دام احنا بناكل والوجبات بتجيلنا بالطياره من باريس يبقى الناس كلها بتاكل وشبعانه، خد بالك. زي اللي جعان يقول لك واسلاماه، واول ما ياكل كباب يقول لك الاسلام بخير الحمد لله، دين زي الفل الحمد لله. لا، الموضوع مش كده. ولذلك الرئيس القادم ده لازم ينزل وسط الشعب، ما يعتمدش على التقارير اللي بتتحط له كل يوم في الجنينه بتاعه القصر. لا، لازم ينزل بين الحين والحين، ولا يعتمد ان شاء الله حتى يتنكر. والله ايه المشكله؟ يتنكر ويلبس اي لبس. ما بقولش يعني يلبس لبس يضحك يعني، لا، يعني يلبس نظاره شمس على طاقيه على مش عارف ايه، وينزل وسط الناس، وينزل يخش محل كشري ويسال الناس ويدردش معاهم، يخش محل كباب، يخش اي حاجه ويقعد وسط الناس كده يدردش وسط الناس شويه ويعرف ايه اللي بيحصل. احيانا الصوره بتوصل للإنسان أو الحاكم بسبب البطانة السيئة، بتوصل له أصلا غلط. يعني إيه أخبار الشعب؟ الشعب زي الفل، بس حضرتك بس سيادتك بس كده إيه، يعني تنام قرير العين والحمد لله الشعب شبعان وما شاء الله متغذي وبيتعالج وبيحصل له ومتمتع، ويعني ومش هنقول لك ايه، ده احنا مخلين الشعب في قمة الرفاهية، خد بالك. وهو يعني أحيانا ممكن تكون الصورة واصلة وممكن تكون مش واصلة، بس ليه ذنب لانه ما بيبحث. وسيدنا عمر بن الخطاب كان بينزل وما بيعتمدش على اراء الناس، رغم ان الناس دول مين؟ دول صحابه خير جيل اللي النبي قال عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورغم ذلك يوميا عمر بن الخطاب ينزل ويتمشى في شوارع المدينه. ومن هنا بقى جاءت قصة أم الأيتام، وجاءت قصة المرأة التي غاب زوجها، القصص الجميلة بقى اللي بنقرأها في حياة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عشان كده بقول الحاكم اللي جاي لازم ينزل بين الحين والحين ويشوف أحوال مصر ويشوف أحوال الناس. ومش هيبقى نزوله كله في مصر الجديدة والزمالك والدقي، لا، لازم ينزل مناطق العشوائيات وينزل وسط المقابر وينزل في الأماكن المحافظات وينزل في الصعيد. الصعيد اللي اتظلم سنوات طويلة جدا جدا، وناس هناك وصلت لمرحلة فعلا موت. يعني ناس هناك كانت بتموت في بعض الأماكن في الصعيد، والله العظيم كانت الناس بتموت، لا لاقين أكل ولا غطا ولا شرب ولا حياة آدمية في أماكن كثيرة جدا، وفي أماكن من الريف إلى غير ذلك.